السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشكر كل متابعي ومتابعاتي من النساء والرجال في جميع الدول العربية. أشكر كل المتابعين من إخواننا في جميع الدول العربية: مصر، المغرب، الجزائر، العراق، السعودية، كل الدول العربية التي تتابعني ويعني يقدمون الرسائل أو يكتبون إلي الرسائل، فأشكركم جميعا. في هذا اللقاء أتحدث معكم عن هدية أو شيء بلغ به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا عن شيء أو عمل، لو إحنا قمنا به العمل ده يشفى الإنسان من أمراضه أو من أي مرض فيه، يشفيه الله تعالى. خد بالك الكلام ده بقول لك إن اللي قاله حضرة النبي. أنا مش بقول لك الكلام ده قاله شيخ، ولا بقول لك الكلام ده قاله عالم، ولا بقول لك الكلام ده قاله دكتور. لا، أنا بقول لك الكلام ده قاله حضرة النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم. طب إيه قال لنا حضرة النبي؟ في إن الواحد لو عمل العمل ده ممكن ربنا يشفيه من الأمراض اللي فيه، مهما كانت أصعب الأمراض وأعتاها. فإن الله سبحانه وتعالى لو اتبع العمل اللي قال عليه حضرة النبي ده وعمله، فاعلم أن الله سيشفيك. ليه؟ لأن اللي قال الكلام ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فتعالوا نسمع قصة رجل كان عنده مرض، حمانا الله وإياكم وحفظنا وحفظكم من جميع الأمراض، وشفى الله مرضانا ومرضاكم، ويسر لنا ولكم الأمور، وغفر الله لنا ولكم الذنوب، وقضى لنا ولكم الحاجات. كان هناك رجل سري، دي قصة واقعية، هي مش قصة مؤلفة تأليف، لا، هي قصة حقيقية وقعت لأحد الأغنياء الأثرياء في أحد الدول العربية. وهذا السري أو الرجل الغني كان في السبعينات، وكان حفظنا الله وإياكم وحمانا وحماكم هناك أمراض كانت وما زالت خطيرة، زي الأمراض الخبيثة، حمانا وحماكم الله، أو السرطان، حفظنا الله وإياكم. هذه الأمراض كانت في بداية السبعينيات. وهذا الرجل السري جدا ذهب لكل الأطباء، ما خلاش دكتور ولا طبيب إلا المكان الرجل ده راح له، عنده فلوس وعنده أموال، حتى أنه ذهب إلى أمريكا، راح حتى الدول الأجنبية والدول الغربية يبحث له عن طب. خد بالك، هرجع تاني وأقول لك، رجع تاني واتبع كلام حضرة النبي، بس اسمع القصة، ومن خلال القصة هتعرف إن الرجل ده عمل إيه. فراح أمريكا وقالوا له: أنت مالكش علاج، أنت مالكش علاج، أنت ما بقالك في حياتك أو عمرك إلا تقريبا كلها على بعض 30-40 يوم، 30-40 يوم دي نهاية حياتك، إن عشت هتعيش لك 30-40 يوم. فرجع الرجل يائس، تعبان نفسيا ومقهر ومش عارف يعمل إيه.
وهو بيصلي أو هو قاعد في بيته، وأخذ فترة طبعا في بيته ما بيطلعش، فربنا ألهمه بأنه يعني يطلع كده في الشارع يتمشى. وهو بيتمشى في الشارع لقي واحدة شباب، امرأة شباب فقيرة جدا بتستعطف شاب غني. المرأة فقيرة جدا وشباب وبتستعطف شاب غني وبتطلب منه مال، ومعاها 4 من الأبناء صبيان وبنات، وبقالها 5 شهور مش قادرة تسدد إيجار البيت اللي ساكنة فيه ومش لاقية تاكل. فبتقول له اديني حاجة لله أو ساعدني وساعد الأطفال ديل اليتامى ديل، لأني أنا ما عنديش ولا شيء، حتى الراجل صاحب البيت عاوز يطردني من البيت. فهذا الشاب الغني قال لها لا، إلا أن تمكنيني من نفسك، يعني تخليني أنام معاكي أو أقضي معاكي وبعد كديك اللي انت عايزاه. فلما وافقت وجدت أن الذي ستأخذه منه المال اللي حيديهولها لا يكفي شيء. فقالت له يعني أنا حضحي بنفسي وحضحي بعرضي وحضحي بشرفي، وفي الآخر ما حتدينيش حتى اللي يكفيني أسبوع أو 6 الدين اللي علي. فقالت له روح لسبيل حالك، وفضلت تبكي. فكان الراجل المريض ده سمع الحوار ده كله بجوارهم، يعني وقف بجوارهم وسمع الحوار ده كله بين المرأة الفقيرة والشاب الغني. فلما مشى الشاب الغني وانصرف لسبيل حاله، سأل المرأة الفقيرة، سأل البنت الفقيرة، هذه المرأة الفقيرة الشابة، بيقول لها يا بنتي لما تعرضين نفسك للهلاك؟ أنت ليه بتعرضي نفسك للهلاك؟ يعني أنت فعلت الموضوع ده قبل كده؟ قالت له لا والله الحمد لله لم أبع شرفي قط، ولكنها الحاجة فلم أجد من يساعدني. قال لها إيه الحاجة اللي أنت فيها وديك؟ قالت له أنا بقالي أسبوع مش لاقي آكل، وعلي 3 شهور إيجار، صاحب البيت مش عارف أسدهم من فين وهيطلعني من البيت وهقعد في الشارع. فالراجل ده اللي هو مريض، اللي هو مستني أجله ينتهي بعد 40 يوم، قال له طب وإن أعطيتك مال، إن أعطيتك مال يكفيك ويكفي أبنائك مدى الحياة، تمام، توعديني ما تبيعيش شرفك لحد؟ قالت له أوعدك. قال لها طب مين اللي يضمن لي؟ قالت له الله الذي رفع السماء فوق الذي رفع السماوات السبع بلا أعمدة. قال له مين يضمن؟ بقول لها مين يضمن لي؟ قالت له يضمن لي الله الذي رفع السماوات السبع بدون عمد أو بدون أعمدة. ألا يكفيك الله؟ بتقول له ألا يكفيك الله؟ قال له الرجل المريض الغني ده، قال لها يكفيني. أين تسكني؟ قالت له أنا ساكنة في المكان الفلاني، تمام. فخذ منها العنوان وقال لها خلاص روحي روحي. فروح البيت، كتب وصية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وصية بعد وفاتي إلى أبناء الأعزاء، هناك امرأة ومعها 4 أطفال تسكن في مكان كذا، أوصيكم بإعطاء المال ما يكفيهم لحياتهم شهريا مدى حياتكم، متى تعيشوا قد ما تعيشوا، كل شهر تودوا لها ما يكفيها. وطبق الوصية وحطها في الصناديق أو الصندوق بتاعه أو الخزنة بتاعته، وقام جاب عربية عبى وملاها بالأطعمة والهدوم وكل ما تحتاجه المرأة، وراح عند البيت بتاعها ونزل لها الطعام ونزل لها الهدوم ونزل لها الحبوب ونزل لها الطيور، تمام.
ودى الراجل قال له أنت ليك كام شهر ما خدتش إيجار؟ قال له 3 شهور. قال له آدي إيجار سنة. ادى للراجل صاحب البيت إيجار سنة. فشاف كام تاجر بجوارها كانت واخدة منهم ديون على الأكل والشرب، فسدد لها الديون وأعطاها في يدها مال يكفيها شهر. تمام كده؟ تمام. فظل هذا الرجل يأتي كل نهاية الشهر ويعطيها الراتب من المال الذي يكفيها شهر كامل. ثم مرت الأيام وعدت 40 يوم والراجل ما ماتش، بل إن هو صحته تحسنت وبقي في تقدم. بعد شهر 2 3 4 6 أشهر فراح حلل وكشف وعمل تحاليل، فقالوا له إيه أنت يا عمي تمام 100 فل 10، ما عندكش ولا حاجة، ما عندكش ولا حاجة، ما فيش عندك أي أمراض، سليم. فظل الراجل ده يودي المونة دي أو الراتب ده لهذه المرأة الفقيرة وأبنائها لمدة كام؟ لمدة 20 سنة، رغم أن الدكاترة والأطباء قالوا له حتموت بعد 40 يوم. ظل 20 سنة وهو يودي لهم الراتب. وبعد 20 سنة هو بيصلي الفجر، وبعد ما صلى الفجر تمام وافته المنية وتوفاه الله ولقى رب كريم. بعد 7 أيام ولاده بعد ما خلصوا من الجنازة والتكفين والغسل وخدوا عزاء أبوهم، راحوا يبصوا على الأموال والخزنة بتاعت أبوهم فلقيوا الوصية. لقيوا الوصية. فالأخ الأكبر بيقول لأخوانه أبوكم صايب وصية، اقراها لينا. فقرأ لهم الوصية إن هو موصي إن في مرة ساكنة في المكان الفلاني، امرأة ساكنة في المكان الفلاني ومعها 4 أبناء، لازم تبعتوا لها راتب يكفيها شهريا. فخد الابن الأكبر نفذ وصية أبوه، خد المال وذهب به للمرض في عنوانها. فلما خبط على الباب وطلعت له، فكانت شابة أو شابة حين رآها أو قابلها أبوه، فأصبحت في سن 50 أو 60. فقال لها هذا المال كان يأتي به أبي إليكم، وأبي قال أرسلوا لها المال وما يكفيها كل شهر. فقالت المرأة يا بني جزى الله أبيك عنا خيرا، يا بني جزى الله أبيك عنا خيرا وبارك الله فيه وجزاه عنا خير الجزاء، فقد توظف ابني واستلم عمل منذ 7 أيام وقبض أول راتب. ابني اتوظف أو اتعلم وتوظف ومسك وظيفة ومسك عمل في شركة وقبض أول راتب من 7 أيام. فقال الابن يا سبحان الله، وكأن الله أطال في عمر أبي حتى يتوظف ابنك ويشتغل ويقبض أول راتب. قالت أو أباك مات؟ قال نعم أبي مات منذ 7 أيام وابنك قبض أول راتب منذ 7 أيام. تمام القصة. كأن الله أطال في عمره من أجل الأيتام وأجل المرأة الفقيرة لينفق عليهم، وشفاه الله من جميع الأمراض، ومات بعد صلاة الفجر، ومات طاهرا، مات وهو على وضوء. فإن الراجل ده لما رجع والدكاترة قالوا له إنك أنت ملكش علاج وملكش كذا، تذكر حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وده الفاصل بتاعنا أو السر بتاعنا. تذكر حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات، حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده أخذ الحديث ده وقام مطبقه على طول حياته، فشفاه الله وعافاه من جميع الأمراض. وهناك شخص كنت أنا أعرفه شخصيا، كان إذا ذهب بابنه إلى الطبيب أو ذهب من حد من أهل بيته إلى الطبيب، كان يأخذ الروشتة بتاعة الدكتور يشوفها حتكلف كام، كلفت 100، كلفت 200، كلفت 300 من الأموال، 300 جنيه مثلا من الأموال، فكان يذهب بها إلى الفقراء، وما كانش يجيب علاج وما كانش يجيب أدوية، ولكن كان ياخذ قيمة الروشتة 100 200 300 ويزود عليها تاني، وكان يتصدق بها. ولما كان أولاده ومراته تقول له: ليه كده؟ يقول له: حضرة النبي قال: داووا مرضاكم بالصدقات. وفعلا كان المريض اللي في بيته كان يشفى. وهذه قصة قريبة مني، يعني مش حد حكاها لي، لا، قصة قريبة منينا، وشاهدنا الرجل ده وكنا نقعد معاه ونحسبه أنه كان على خير، يعني نسأل الله له المغفرة والرحمة، ونجعله إن شاء الله مع الصالحين والصديقين، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. فحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. إذا كان الإنسان مريض أي مرض وتعب فيه الأطباء ولم يجد له علاج، فعليك بالتصدق على الفقراء والمساكين، عليك بالتصدق على الفقراء والمساكين. جزاكم الله خير وبارك فيكم. لم يكن مقصدي أن أطيل عليكم الفيديو، ولكن أحببت أن أسوق لكم هذه القصة الواقعية التي حدثت بالفعل. وجزاكم الله خير وبارك فيكم. اللهم شافي مرضانا ومرضاكم، اللهم شافي كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم وسع على عبادك المقلين، وفرج الكرب عن المكروبين، وسدد الدين عن المدينين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم.